فيلمنا النهارده بيبدأ بعاصفة قوية وسط البحر، وبنشوف قارب موجود عليه واحدة ست معاها جيتار سحري، وكمان بنلاقي معاها لفة من القماش شايلاها على ظهرها، وفجأة بتتكون قدامها موجة عملاقة جدا، فبتعزف الست على الجيتار اللي بيخرج قوة سحرية وبيقسم الموجة وبيخفيها. وبمجرد ما الست دي بتشوف الشاطئ قدامها بتفرح جدا، ولكن للأسف في موجة تانية بتتكون وراها وبتصيب القارب، وبسبب اللي حصل ده الست بتغرق ودماغها بتتخبط في الصخور، وبعد شوية بتفوق على صوت صراخ الطفل اللي خارج من لفة القماش، فبتزحف بكل قوتها على الرملة بالرغم من إنها مصابة وبتروح له. وساعتها بنعرف إن الطفل ده يبقى هو ابنها، وإن اسمه كوبو، وإن جده الملقب بملك القمر هو اللي أخد عينيه. وبتعدي سنين كتير وبنشوف كوبو بعد ما كبر، وبنلاحظ إنه بيجمع الأوراق اللي موجودة في الكهف اللي هو عايش فيه وبيحطها في مكان واحد، وبعدها بيروح يصحي والدته من النوم وبيأكلها، ولما بيخلص بياخدها وبيقعدها قدام الكهف. وبنفهم من اللي حصل ده إن والدته بقت مشوشة ذهنيا، وده بسبب الخبطة اللي هي اتخبطتها في الصخور. وبنعرف إنها ما بقتش بتتكلم كتير، وكمان ما بتشوفش غير بالليل. وبعد شوية بنشوف كوبو وهو بيصنع دمى ورقية، وبنلاحظ إنه حزين جدا بسبب اللي حصل لوالدته، واللي بمجرد ما بيسمع صوت جرس شروق الشمس بياخد الدمية اللي على شكل قردة، وكمان بياخد الجيتار بتاعه وبيلم كل الدمى من على الأرض، وبيروح يودع والدته وبيخرج من الكهف اللي بيكون على قمة جبل، وبيفضل ماشي وسط الحقول لحد لما بيوصل للقرية بتاعته. وهناك بنشوف الأهالي وهم عايشين مع بعض في سعادة وأمان، وبيبان إنهم فرحانين جدا في حياتهم. وبعد شوية بتيجي ست عجوزة وبترحب بكوبو اللي بيقعد جنبها وبيسألها عن أحوالها، فبتطمنه الست العجوزة على نفسها وبتقترح عليه إنه يعمل تغيرات في القصص الخيالية اللي بيحكيها لأهل القرية، وده علشان يخليها مسلية وممتعة أكتر. فبيفرح كوبو وبتعجبه الفكرة، وبيروح يقف في وسط الشارع وبيحط اللفة اللي فيها الدمى بتاعته على الأرض، وبمجرد ما بيعزف على الجيتار أهل القرية بيسيبوا كل اللي في إيديهم وبيتجمعوا حواليه من كل مكان علشان يسمعوه. وساعتها كوبو بيحذرهم وبيخوفهم وبيشدهم ليه أكتر، وبمجرد ما بيعزف على الجيتار تاني الدمية اللي على شكل محارب الساموراي بتتحرك، وبيبدأ كوبو إنه يحكي لأهل القرية عن محارب الساموراي اللي اسمه هانزو، اللي خسر عيلته وكمان كل جيشه اتقتل ومملكته اتدمرت، وبيوضح لهم إن اللي عمل كده هو ملك القمر. وبالرغم من كل اللي حصل ده هانزو ما استسلمش وقرر إنه يدور على الدرع السحري علشان يتصداله. وبيكمل كوبو القصة وبيقول إن الدرع السحري مقسم ل3 أجزاء، وبيصنع أول جزء من الورق وبيكون هو السيف اللي ما بيتكسرش، أما تاني جزء فبيكون هو درع الصدر اللي ما بيخترقش أبدا، أما آخر جزء فبيكون هو الخوذة المحصنة. وقبل ما هانزو يجمع الأجزاء ال3 واحد من وحوش ملك القمر هاجمه، ولكن هانزو قدر إنه يتصداله بكل سهولة. وأثناء ما كوبو بيحكي القصة بيفضل يصنع وحوش ورقية وبيخلي هانزو يقاتلهم ويهزمهم واحد ورا التاني. وفي الوقت ده بيبان إن أهل القرية مستمتعين جدا بالقصة، وكمان بيكونوا مركزين في كل الأحداث اللي كوبو بيحكيها لهم. وبعد قصة طويلة وانتصارات كتير لهانزو على الوحوش قدر إنه يوصل لملك القمر، وقبل ما هما الاتنين يقاتلوا بعض جرس غروب الشمس بيرن، وده اللي بيخلي كوبو ما يكملش القصة وبيلم الأوراق والدمى بتاعته، وبيعرف أهل القرية إنه هيكمل لهم القصة بكرة، وبيسيبهم وبيرجع لوالدته من تاني. وبمجرد ما الشمس بتغيب والدته بتفوق وبتتكلم وبتطمن إنه جنبها، وبعد ما بياكل بتبدأ إنها تلعب معاه وبتحكي له أكتر عن هانزو وقد إيه هو كان ماهر في رمي السهام واستخدام السيف. ومن كلامهم مع بعض بنفهم إن هانزو يبقى هو والد كوبو، وإنه ضحى بحياته وجيشه ومملكته علشان ينقذهم من ملك القمر. وبنفهم كمان إن ملك القمر يبقى والد والدة كوبو، وإن إخواتها الاتنين ووالدهم هم اللي أخدوا عين كوبو. وبتكمل الأم كلامها وبتحذر كوبو من خالاته، وده لأنهم لسه بيدوروا عليه ولكنهم ما بيظهروش غير بالليل، وعلشان كده هو ما بيخرجش غير بالنهار. وبتفكروا إن الدمية اللي على شكل قردة لازم تكون موجودة معاه طول الوقت، وكمان يفضل لابس زي والده، وبتنبه عليه إنه ما يخرجش بالليل مهما حصل. وبعدها بتحضنه وبترجع مشوشة وما بتتحركش، فبيحزن كوبو وبيوديها لسريرها وبيغطيها وبيسيبها تنام. وبالليل وهم نايمين الورق بيتحرك لوحده وبيلف حواليهم، ولما كوبو بيصحى من النوم بيفهم إن ده بيحصل لأن والدته بتحلم بكابوس، وبيروح يصحيها وبيطمنها، وده اللي بيخلي الورق يرجع لطبيعته. وفي تاني يوم بنشوف إن في مهرجان معمول في القرية، وبيبان إن الأهالي فرحانين جدا بالمهرجان ده. وبعد شوية كوبو بيروح للست العجوزة اللي بترحب بيه وبتلعب معاه، وبتقوله إن النهاردة بعد الغروب هيكون في ألعاب نارية وأكل واحتفالات كتير، وبتشاور له على المصابيح وبتقوله إنهم بيستخدموها في المهرجان، وده علشان يتواصلوا مع أرواح أحبابهم اللي ماتوا. وبتقترح عليه إنه يصنع مصباح من الأوراق بتاعته علشان يقدر يتواصل مع والده اللي مات. فبيفرح كوبو وبياخد الجيتار وبيروح للغابة وتحديدا مكان القبور، وهناك بيشوف أهل القرية وهم بيدعوا
يدعوا لأحبابهم اللي ماتوا. فبيروح كوبو يحط المصباح الورق اللي هو صنعه على صخرة وبيدعي لوالده وبيتمنى انه يكون فعلا بيسمعه، وبيفهمه انه خايف جدا على والدته، وده لان صحتها بتتدهور كل يوم اكتر من اللي قبله. وبيفضل يحكي له عن كل المشاكل اللي بتواجهه. وفي الوقت ده بنشوف اهل القرية اللي بياخدوا المصابيح بعد ما نورت وبيروحوا يحطوها في البحيرة وبيسيبوها وبيمشوا. اما كوبو فبنشوفه هو لسه بيتكلم مع مصباح والده، واللي لما بيسمع صوت جرس غروب الشمس بيقرر انه يفضل شوية كمان. وبمجرد ما الشمس بتغيب والدة كوبو بتفوق وبتقلق من انه لسه مرجعش. ومن ناحية تانية كوبو بيتفاجئ بالرياح اللي بتهب فجأة وبتطفي كل المصابيح. وفي الوقت ده بيسمع صوت حد غريب بينادي عليه، وبيظهر له شخصيتين شكلهم مرعب ومخيف جدا، وبيقولوا له انهم عيلته وبيدوروا عليه من مدة طويلة. فبيتصدم كوبو من انهم عارفين اسمه، وبيفهم ان دول هم خالاته الاشرار. وبيشوفهم وهم بيطيروا فوق المية وبيقربوا منه اكتر، وبيعرفوه ان جده عاوز عينيه التانية علشان يكون اقوى. فبيترعب كوبو وبيجري علشان يهرب منهم، ولكن واحدة فيهم بتطارده بسلاح الظلام اللي بيقرب منه بسرعة كبيرة. ولحسن الحظ كوبو بيفضل يجري لحد لما بيوصل للقرية، وهناك بيحذر الاهالي وبيطلب منهم يحموه. ولكن فجأة الظلام ده بيهاجم الاهالي وبيدمر كل حاجة تيجي في طريقه، وساعتها اهل القرية بيخافوا وبيجروا بسرعة، وكمان كوبو بيجري علشان يهرب منه، ولكنه للأسف بيقع على الارض وخالاته بيظهروا له من وسط الظلام وبيقربوا منه. وعلى اخر لحظة بتوصل والدة كوبو وبتعزف على الجيتار بقوتها السحرية وبتبعد اخواتها عن المكان، ولكنهم بيرجعوا لها من تاني. وساعتها والدة كوبو بتديله الجيتار وبتطلب منه انه يدور على الدرع السحري، وبتستخدم سحرها وبتخلي الزي بتاعه ياخده ويطير. وفي الوقت ده كوبو ما بيقدرش يعمل اي حاجة غير انه ياخد شعراية من والدته، وبيشوفها وهي بتتصدى لاخواتها وبيفقد الوعي. وبعد فترة بنشوف قردة وهي بتفوق كوبو وسط عاصفة جليدية، وبتعرفه ان والدته ماتت وان قريته اتدمرت. وساعتها كوبو بيكون مصدوم جدا وخايف من القردة اللي بتقرب منه وبتقوله انهم لازم يلاقوا مخبأ قبل ما خالاته يرجعوا يدوروا عليه. ولان كوبو ما بيكونش عارف يتصرف ازاي بيركب على ظهر القردة اللي بتاخده وبتنطلق. وبعد شوية بيوصلوا لجثة حوت ميت وسط الجليد، وبيقرروا انهم يستخبوا جواه لحد الصبح. وفعلا بيخيموا جوه الحوت، وهناك كوبو ما بيكونش لسه مصدق اللي بيحصل وبيتفرج على القردة وهي بتعمل له الاكل. وساعتها القردة بتفهمه انها الدمية الخشبية اللي كانت معاه طول الوقت، وان والدته استخدمت اللي باقي من سحرها علشان تحولها من تعويذة خشبية لقردة مهمتها انها تحميه. فبيستغرب كوبو وبيكون متضايق من تصرفات القردة، وده لانها بتزعق له وبتجبره على الاكل. وكمان بتفهمه ان خالاته ما بيناموش وبيدوروا عليه واكيد هيقدروا يوصلوا له، وعلشان كده هم لازم يلاقوا الدرع السحري. وساعتها كوبو بيفهم ان القصص اللي والدته كانت بتحكيها له قصص حقيقية، وبيمسك الشعراية بتاعتها وبيبان انه حزين جدا على فراقها. فبتاخد القردة الشعراية منه وبتضفرها، وبتقوله ان الشعراية دي اكيد فيها قوة سحرية وبتربطها في ايديه كسوار. وبعد شوية كوبو بيسألها اذا كانت تعرف مكان الاجزاء الثلاثة بتوع الدرع السحري، فبترد عليه القردة وبتقوله انها للاسف ما تعرفش مكانهم، وبتطلب منه انه ينام علشان يستريح. وفعلا كوبو بينفذ كلامها، وفي تاني يوم القردة بتصحيه وبتقوله انه كان بيتكلم وهو نايم وبينادي على والده. ووقتها خرجت ورقة من الشنطة بتاعته وتحولت لمحارب. فبيستغرب كوبو لان دي هي دمية هانزو، وبيتفاجئوا هما الاتنين لما بيشاور لهم على الطريق اللي المفروض يمشوا منه، وبيفهموا انه عاوز يدلهم على مكان اجزاء الدرع السحري. ولان مفيش خيار تاني قدامهم القردة بتقول لكوبو انهم لازم يمشوا وراه، وبينطلقوا. وفي الطريق كوبو بيشوف عصفورة طايرة لوحدها، فبيعزف على الجيتار وبيخرج ورقة وبيحولها لعصفورة وبيخليها تروح تلعب مع العصفورة الحقيقية. وبيتحمس اكتر وبيخرج ورق كتير وبيحوله لعصافير وبيفضل يطيرها، وكمان بيخليهم يكونوا له جناح ولكنه ما بيطيرش وبيقع. وساعتها القردة بتكون متضايقة من تصرفاته وبتقوله انه لازم يطور من قدرته علشان تحميه مش علشان يلعب بيها. وبيكملوا طريقهم هما الاتنين، وبنلاحظ ان في حد مراقبهم من بعيد. وفي الوقت ده كوبو بيكون متضايق من كلام القردة وبيستغل قوته السحرية وبيحول مجموعة من الورق لدبابير وبيخليهم يهاجموها. فبتتضايق القردة وبتتعصب جدا من تصرفات كوبو وبتزعق له، فبيعتذر لها كوبو وبيقول لها ان ده ما حصلش بإرادته. وساعتها القردة بتوضح له انه لو ما قدرش يسيطر على قوته السحرية ده هيعرضه للخطر. وبعدها هما الاتنين بيرجعوا يكملوا طريقهم. وبعد شوية بنشوف كوبو وهو ماشي على جفن واحد من التماثيل، ولما القردة بتاخد بالها وبتيجي تحذره بتلاقيه اختفى. فبتدخل جوه التمثال وبتجري بسرعة في النفق، وده علشان تلحق الشخص اللي خطف كوبو. وفعلا بتقدر انها توصل له، وقبل ما تهاجمه كوبو بيمنعها وبيفهمها انه ما كانش بيحاول يأذيه وان كل اللي كان عاوزه هي دمية هانزو. ووقتها بنعرف ان الشخص ده اسمه خنفس، اللي بينبهر بمجرد ما بيعرف ان الدمية لشخص اسمه هانزو.
هانزو، وبيقول لهم إن هانزو ده كان القائد بتاعه وبيوريهم شعاره. فبيفرح كوبو وبيوري له نفس الشعار اللي على الزي بتاعه. فبتستغرب القردة من تصرفات الشخص ده وبتسأله هو مين. فبيرد عليها خنفس وبيقول لها إنه مش فاكر اسمه، وإن كل اللي هو فاكره إن في حد عمل عليه تعويذة وحوله لخنفس ومسح كل ذكرياته، ولكنه من خلال الأسلحة اللي معاه والزي اللي هو لابسه فهم إنه كان محارب ساموراي في جيش هانزو، وإن في حد أخد منه أهم حاجة بالنسبة له. وبمجرد ما كوبو بيقول إن هانزو كان والده بيفرح خنفس وبينحني ليه، وبيقرر إنه ينضم له في رحلته وبيعرفه إنه هيفديه بحياته لو لزم الأمر. فبتستغرب القردة وبترفض وبتتريق عليه، وساعتها خنفس بيطلق سهام كتير ورا بعض وبيصيبوا نفس الهدف وبيصدمهم هما الاتنين. وبعدها بيروح يسأل كوبو عن المكان اللي هو عاوز يروحه، فبيفهموا كوبو إنه هيحكي له كل حاجة في الطريق. وبيرجعوا كلهم يمشوا ورا دمية هانزو، وأثناء الطريق كوبو بيحكي لخنفس عن كل حاجة حصلت له. وبعد شوية دمية هانزو بتشاور لهم على مدخل على شكل جمجمة، وبالغلط خنفس بيخلع سنة الجمجمة وساعتها الأرض بتتشق وبتبلعهم. ولما بيستجمعوا قوتهم بيلاقوا نفسهم وقعوا في المعبد اللي موجود فيه السيف اللي ما بيتكسرش. وساعتها خنفس بيقرب من السيف اللي بيكون مغروس في كف من العظام وبيخلعه من مكانه وبيكون سعيد جدا باللي هو عمله. ولكن فجأة الكف ده بيتحرك وبيطير، وكمان كل العظام اللي في المعبد بتطير وبتطلع للسقف. وفجأة بيظهر هيكل عظمي كبير شكله مرعب ومخيف. وفي الوقت ده القردة بتاخد السيف من خنفس وبتنقض على الهيكل وبتضربه، ولكن للأسف السيف بيتكسر منها وبيطلع إنه سيف مزيف. ولحسن الحظ كوبو بياخد باله من السيوف الكتير اللي موجودة في جمجمة الهيكل اللي بيمسك القردة وبيكون عاوز يقتلها، ولكن خنفس بيتدخل وبيبدأ إنه يهاجمه بالسهام وبيشتته. فبتستغل القردة اللي بيحصل وبتاخد السيوف من الجمجمة وبتكسرها. فبيتعصب الهيكل وبيكون عاوز ياكلها، وقبل ما يعمل كده كوبو بيعزف على الجيتار وبيحاول الأوراق اللي معاه لعصافير وبيشتت الهيكل علشان ما ياكلهاش. فبيتضايق الهيكل وبيتعصب أكتر وبيهاجم خنفس وكوبو اللي بيقع على الأرض. وقبل ما يدوس عليه خنفس بيكتشف إنه أخد كوبو وطار، وبيكون متفاجئ جدا لأنه ما كانش يعرف إنه عنده أجنحة من الأساس. وبيبدأ إنه يطير بعشوائية وبيشتت الهيكل وبيوقع كوبو فوق الجمجمة. وساعتها كوبو بيبدأ إنه يكسر في السيوف واحد ورا التاني، وده على أمل إنه يلاقي السيف الأصلي. وفي الوقت ده الهيكل بيقدر إنه يمسك خنفس وبيهز دماغه وبيطير كوبو لبعيد. وقبل ما كوبو يقع خنفس بيعلقه بسهم من الزي بتاعه، ولكن للأسف الزي بيكون على وشك إنه يتقطع. وفي اللحظة دي القردة بتقدر إنها تهرب من إيد الهيكل وبتنطلق بسرعة علشان تنقذ كوبو، ولكن الهيكل بيمسكها من تاني. ولحسن الحظ الزي بيتقطع في الوقت المناسب، وساعتها كوبو بيقع على جمجمة الهيكل وبيرجع يكسر في السيوف من تاني. أما خنفس والقردة فبيكونوا على وشك إنهم يتاكلوا من الهيكل. وعلى آخر لحظة كوبو بيسحب السيف الأصلي، وساعتها الهيكل بيتدمر وبيبدأ إنه ينهار بالكامل. ومن ناحية تانية خنفس بياخد كوبو والقردة وبيخرجوا من المكان بسرعة، وبعدها بنشوف إنهم قدروا يهربوا لحد ما وصلوا للشاطئ. وهناك كوبو بيكون فرحان جدا لأنهم لقوا السيف اللي ما بيتكسرش وبيفضل يلعب بيه. وكالعادة القردة بتطلب منه إنه يسيبه على الأرض، وده لأنه ممكن يعوره، وبتفضل تعالج إصابات خنفس. وبعد ما القردة بتخلص بتقول إن قدامهم مسافة طويلة علشان يعدوا للجانب التاني من البحيرة. وفي الوقت ده خنفس بتجيله فكرة وبيقترح عليها إنه ياخدهم ويطير، ولكن للأسف الفكرة دي ما بتعجبش القردة لأن ده خطر على كوبو. وبيبدأوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض لأن خنفس شايف إن كوبو يقدر يحمي نفسه، وده على عكس القردة اللي بتكون شايفة إنها لازم تبعد كوبو عن أي مخاطر. وفي اللحظة دي بنشوف كوبو وهو بيعزف على الجيتار، واللي لما بيلاحظ إنه بيحرك أوراق الشجر بتجيله فكرة. وأثناء ما القردة وخنفس بيتريقوا على بعض ما بياخدوش بالهم من أوراق الشجر اللي بتطير حواليهم، وبمجرد ما بيبصوا على كوبو بيتفاجئوا إنه صنع لهم سفينة من أوراق الشجر. فبينبهر خنفس باللي كوبو عمله، وكمان القردة بتكون فخورة بيه. وبعدها بينطلقوا كلهم بالسفينة وبيمشوا ورا الاتجاه اللي دمية هانزو بتشاور لهم عليه. وأثناء الطريق خنفس بيعلم كوبو طريقة استخدام القوس، وبيخليه يصطاد سمكة بالسهم ولكنها بتغرق في المية. فبتتدخل القردة وبتتريق عليهم وبتاخد سهم وبتربطه في حبل، وبتخلي كوبو يصطاد سمكة تانية. وبفضل الحبل بيقدروا إنهم يصطادوا أسماك كتير. وباستخدام السيف اللي ما بيتكسرش القردة بتقطع الأسماك لقطع صغيرة، وبيبدأوا إنهم ياكلوا مع بعض وهم فرحانين. وساعتها كوبو بيقول لهم إنه سعيد جدا بوجودهم معاه لأنه طول عمره كان بياكل لوحده، وبيفهمهم إنه كان بيحب والدته جدا لأنها كانت كل حياته، وإنها كمان كانت بتحبه وما كانتش عاوزة أي حاجة غير سعادته وإنه يعيش في سلام. فبتفرح القردة من كلام كوبو وبتبقى فخورة بيه، وكمان خنفس بيفضل يشجعه وبيفهمه إنه أقوى من ما هو متخيل. وأثناء ما هما بيتكلموا بتقاطعهم عاصفة قوية، وساعتها القردة بتتصدم لأن الشمس بدأت تغيب، وبكده هما لازم يدوروا على مكان يستخبوا فيه. ولكن
ولكن المفاجأة إن دمية هانزو بتشاور لهم على البحيرة، وبكده بيفهموا إن الجزء التاني من الدرع السحري اللي هو درع الصدر موجود في الأعماق. وساعتها كوبو بيحذر خنفس من النزول للمنطقة دي لأن اسمها حديقة العيون، وبيعرفوا إن والدته قالت له إن لو حد بص للعيون دي ما بيقدرش يتحرك، وده لأنها بتتواصل مع روحه وبتشوف أسراره وبتمنعه من الخروج تاني. فبيطمنه خنفس وبيقول له إنه مش هيبص للعيون وبيسيبه وبينط في المية. وبالليل بنشوف الأختين اللي بيلاقوا قطعة من زي كوبو، وبيعرفوا إنه بيدور على أجزاء الدرع السحري وبيتفرقوا علشان يلاقوه. وبنرجع تاني لكوبو اللي بيكون قلقان جدا لأنه خنفس لسه مرجعش، وبيستغل إن القردة مشغولة بالعاصفة وبينط في المية. ولما القردة بتيجي تنط وراه بيترمي عليها سلسلة وبتتلف على رجليها، وبتكون اللي عملت كده واحدة من خالات كوبو وبتفضل تتريق عليها. فبتتعصب القردة وبتنقض عليها وبتهاجمها، ولكن خالة كوبو بتقدر إنها تقيدها بالسلسلة. وبالرغم من كده القردة بتصد هجماتها وبتحرر نفسها وبتهاجمها بالسيف بمنتهى الشراسة والقوة، ولكن خالة كوبو بتقدر تصد هجماتها هي كمان. وفجأة خنفس بيخرج من المية وهو ماسك سمكة لأنه بيكون فاكرها درع الصدر، فبتنقض عليه خالة كوبو وبتهاجمه وبتكون عاوزة تقتله بأي طريقة، ولكن القردة بتمنعها وبتقيدها بالسلسلة وبتطلب من خنفس إن ينقذ كوبو. وفعلا خنفس بينط في المية من تاني علشان يروح ينقذه. وفي الوقت ده كوبو بيقدر إنه يوصل لمكان درع الصدر، واللي بمجرد ما بيلبسه بتظهر مقلة عين من وراه. وللأسف كوبو بيبص لها وبسبب كده ما بيقدرش إنه يتحرك، وكمان بتظهر له مجموعة من العيون وبتحوطه من كل مكان. وفعلا بيقدروا إنهم يسيطروا عليه وبينزلوا بيه لتحت علشان يتاكل. وساعتها كوبو بيفضل يتخيل حاجات غريبة وبيظهر له إن القردة تبقى هي والدته. وعلى آخر لحظة خنفس بيوصل وبيهاجم مقلات العيون بالأسهم وبيغوص ورا كوبو علشان ينقذه قبل ما يتاكل. وبنرجع تاني للسفينة اللي بتكون اتدمرت من شدة المعركة، وللأسف السيف بيكون بعيد عن القردة اللي بتتعلق في السلسلة وبتنط علشان توصل له. ولكن خالة كوبو بتمسكها بالخطاف وبتفضل تلومها وبتقول لها إن أختهم كانت قوية جدا وإن الحب هو اللي خلاها ضعيفة. وبالرغم من كده القردة ما بتستسلمش وبتقدر إنها توصل للسيف، وبمجرد ما بتتسحب بالسلسلة بتقول إن الحب هو اللي خلاها أقوى وبتقتلها. وبنروح بعدها لخنفس اللي بيكون قدر إنه ينقذ كوبو، وبياخده وبيطلع للجزء اللي باقي من السفينة. وهناك بيبان على القردة إنها خايفة جدا على كوبو لأنه ما بيتنفسش وبتتمنى إنه يكون بخير. وفجأة ورق الشجر بيرجع يتحرك من تاني وبيطير وبيكون السفينة من جديد. وساعتها كوبو بيفوق وبيسأل القردة إذا كانت هي والدته، فبتفرح القردة من كلام كوبو وبتحضنه. وبعد شوية بنشوف إنهم وصلوا للشاطئ واستخبوا في واحد من الكهوف، وهناك كوبو بيترجى والدته اللي على هيئة القردة إنها تحكي له كل حاجة. فبتديله والدته الجيتار علشان يعزف لها، وبتبدأ إنها تحكي لهم عن نفسها وبتقول لهم إنها زمان كانت شخصية شريرة، وإن كان هدفها هي وإخواتها إنهم يقتلوا هانزو، وإن ده كان أمر من والدهم ملك القمر. وبتكمل والدة كوبو حكايتها وبتقول إن في يوم من الأيام هي قدرت توصل لمكان هانزو قبل ما إخواتها يوصلوا له، ووقتها دارت ما بينهم معركة قوية جدا. وفي وسط المعركة دي هانزو بص في عينيها وأعجب بيها واعترف لها إنه بيحبها، وساعتها هي حست بإحساس أول مرة تحسه في حياتها، وبسبب كده هي كمان حبته واتجوزوا وخلفوا كوبو. وساعتها والدها ملك القمر اتعصب جدا من اللي هي عملته، وقرر إنه يهاجم المملكة علشان ياخد عيون ابنها. ولأن هانزو محارب شجاع قدر إنه ينقذهم وضحى بنفسه هو وجيشه علشان يوفر لهم وقت يهربوا فيه. وبتبدأ والدة كوبو توضح لابنها إن جده عاوز ياخد عينيه التانية، وده علشان يشوف العالم بتاعهم وبالتالي هيكون أقوى. فبيطمنها كوبو بيقول لها إنه هيتصدى له مهما حصل وبيحضنها. وبعد شوية كوبو بينام، وفي الوقت ده خنفس بيلاحظ إن القردة اتصابت إصابة خطيرة وبيحاول إنه يخفف عنها، وبيسألها هي ليه ما قالتش لكوبو من البداية إنها والدته. فبتوضح له القردة إن سحرها بيتلاشى وإنها هتختفي مع مرور الوقت، وإنها ما كانتش عاوزاه يتعلق بيها. فبيفكرها خنفس إن كوبو يبقى ابن هانزو، وبيطمنها إنه هيفضل معاه وهيحميه مهما حصل. وأثناء ما كوبو نايم بيحلم إنه موجود مع راجل عجوز على جزيرة، ووقتها الراجل ده بيعزف على الجيتار وبيطلب من كوبو إنه يعزف معاه. فبيستغرب كوبو وبيكون عارف إن ده مجرد حلم مش أكتر. وساعتها الراجل العجوز بيوريله قلعة هانزو وبيفهمه إن الجزء الثالث من الدرع السحري موجود هناك، وإنه لو راح للقلعة دي هيلاقي الخوذة اللي هو بيدور عليها، وعلشان يوصل للقلعة دي لازم يمشي ورا غروب الشمس. فبيصحى كوبو من النوم وهو فرحان وبيصحي والدته هي وخنفس، وبيقول لهم إنه شاف حلم وعرف منه مكان الخوذة. وللأسف كوبو ما بياخدش باله من دمية هانزو اللي بتشاور له على اتجاه تاني، وبينطلقوا هما التلاتة وبيمشوا ورا غروب الشمس. وبعد رحلة طويلة جدا بيوصلوا لقلعة هانزو، وهناك بيتصدموا لما بيشوفوا إن القلعة متدمرة بالكامل، وبالرغم من كده بيدخلوها وبيستكشفوا أجزاء منها. وبيفرح كوبو لما بيشوف صورته مع والده ووالدته
والدته، وبيستكشفوا المكان أكتر وبيدوروا على مكان الخوذة. وفي اللحظة دي خنفس بيحس إنه عارف المكان ده كويس، وبيكون متأكد إن الخوذة مش موجودة هنا وإن ده مجرد فخ. ولما كوبو بيخرج للساحة بيظهر الظلام من حواليه، وبيفرقوا عن والدته وخنفس وبيقيد كل واحد منهم لوحده. وفجأة خالة كوبو بتوصل للمكان وبتفضل تلوم أختها لأنها كانت أقوى واحدة فيهم، ولكنها في النهاية بقت مجرد قردة ضعيفة. وبتتريق على خنفس وبتقوله إنه السبب في كل اللي حصل لهم. ولكن وقتها خنفس ما بيكونش فاهم حاجة لأنه أول مرة يقابلها. وساعتها خالة كوبو بتخرج دمية هانزو من الشنطة وبتقول إن هي وأختها هما اللي سلبوه ذكرياته وحولوا له خنفس. فبتتصدم القردة لما بتعرف إن خنفس يبقى هو زوجها هانزو، اللي بيتفاجئ جدا لما بيسمع الكلام ده. ومن ناحية تانية كوبو بيكون مصدوم إن دول هما والده ووالدته. وفجأة خالة كوبو بتستخدم قوتها وبتدمر الجدار بهانزو، فبيتعصب كوبو وبيهاجمها وبيقدر إنه يحرر والدته اللي بتنقض على أختها وبتقاتلها وبتهاجمها بمنتهى الشراسة والقوة. ولكن أختها بتستغل جرحها وبتضربها فيه وبتوقعها على الأرض، وبتهاجمها بضربات متتالية لحد لما بتوقع السيف من إيديها وبتنط لفوق في السماء علشان تقتلها، ولكنها بتترمي بالسيف. واللي بيكون عمل كده هو هانزو، اللي بيجي يطمن على زوجته وكمان ابن كوبو وبيكون فرحان بيهم. وبيقرب من زوجته وبيقول لها إنه هيفضل يحبها طول حياته. فبتفرح القردة وبتطمن وبتطلب منه إنه يهتم بكوبو وما يسيبوش مهما حصل. ولكن فجأة هانزو بيتألم وبيموت بسبب السيف اللي خالة كوبو ضربته بيه من ظهره، وبتستعد علشان تقتل أختها هي كمان وبترفع السيف عليها. وفي اللحظة دي كوبو بيجري وبيروح يعزف على الجيتار اللي بيخرج قوة رهيبة بتتسبب في انفجار كبير. وفي تاني يوم بنشوف إن كوبو قدر يقتل خالته، ولكنه للأسف ما قدرش ينقذ والدته اللي اتحولت لدمية بعد ما اتقسمت نصين. وساعتها بيبان إن كوبو حزين جدا وبيفضل يعيط على موت والده ووالدته. وبنشوف إن ما تبقاش غير وتر واحد بس في الجيتار بتاعه، ولحسن الحظ دمية هانزو المتدمرة بتشاور له على الخريطة. ولما كوبو بيروح يفتحها بيعرف مكان الخوذة وبيتفاجئ إنها جرس القرية. فبياخد وتر القوس بتاع والده وبيربطه كسوار في إيده جنب شعراية والدته، وكمان بياخد السيف اللي ما بيتكسرش وبيعزف على الجيتار وبيقطع آخر وتر. وساعتها القوة السحرية بتكون له أجنحة من القماش وبتاخده وبتطير. وبالليل كوبو بيوصل للقرية اللي بتكون اتدمرت بالكامل، وبيشوف إن الخوذة لسه موجودة في مكانها. فبيخبط الأخشاب وبيدمرها وبيوقع الخوذة على الأرض وبيروح ياخدها. وفجأة بتظهر له الست العجوزة هي وأهل القرية وبيطمنوا عليه. فبيروح لهم كوبو وبيطلب منهم يمشوا من هنا لأن المكان خطر عليهم، وفعلا هم بينفذوا كلامه. وبمجرد ما كوبو بيلبس الخوذة الدرع السحري بينور وبيطلب من جده ملك القمر إنه يظهر. وفعلا جده بيظهر وبيكون هو نفس الشخص اللي شافه في الحلم، واللي بيقرب منه بيقول له إن كل اللي هو عاوزه منه هي عينه، وده علشان يكون أقوى، وبيفكروا إنهم عيلة واحدة. فبيتعصب كوبو وبيقول له إنه قتل كل عيلته وبيهدده بالسيف وبيستعد لمواجهته. فبيتضايق ملك القمر وبيقرب منه وبيضربه وبيتحول لوحش عملاق شكله مرعب ومخيف، وبينقض على كوبو اللي بيتدحرج من تحته وبيجرحه بالسيف. وكمان بيجري بأقصى سرعة وبينط لفوق وبيهاجمه وبيقدر إنه يصيبه. فبيتعصب ملك القمر وبيجري وراه وبيطارده وبيدمر كل حاجة تيجي في طريقه وبيقدر إنه يوقع السيف منه. فبيجري كوبو وبياخد السيف، ولكن ملك القمر بيمسكه بإيده وبيوقع الخوذة وبيفضل يضغط عليه وبيرميه على الأرض وبيضربه ضربة قوية بتطيره لبعيد في الغابة وبتوصله لمكان المقابر. وبعدها ملك القمر بيروح وراه وبيدور عليه ما بين الأشجار. ولحسن الحظ كوبو بتجيله فكرة لما بيشوف السوارين اللي معاه وبيروح يربطهم في الجيتار بتاعه وبيقلع الدرع السحري وبيرميه على الأرض. ولكن في الوقت ده ملك القمر بيوصل له وبيحاصره، وساعتها كوبو بياخد شعراية من شعره وبيصنع بيها آخر وتر وبيقول لجده إنه هيفضل فاكر عيلته مهما حصل. ووقتها بنفهم إن قوة الجيتار زادت لأن أول وتر يبقى هو رباط قوس والده، وتاني وتر هي شعراية والدته، وتالت وتر هي الشعراية بتاعته. وبمجرد ما كوبو بيعزف على الجيتار المصابيح بتنور وبيخرج منها أرواح أهالي القرية اللي ماتوا، وكمان بتظهر الست العجوزة هي وكل الأهالي اللي بينضموا لكوبو وبيساندوه. وبسبب قوتهم كلهم مع بعض بيتكون درع سحري حواليهم. ووقتها ملك القمر ما بيقدرش إنه يخترق الدرع السحري ده مهما حاول. وساعتها كوبو بيستخدم كل قوته السحرية وبيعزف على الجيتار وبيهاجم ملك القمر بانفجار كبير. وبعد شوية ملك القمر بيفوق بعد ما بيكون رجع لطبيعته وبيسأل كوبو عن اللي حصل لعينيه، وبنفهم من كلامه إنه مش فاكر أي حاجة عن نفسه ولا حتى عارف اسمه. وقبل ما كوبو يحكي له أي حاجة الست العجوزة بتروح له وبتقرب منه وبتقول له إنه كان أطيب شخص في القرية، وكمان البنت الصغيرة بتقول له إنه كان بيعاملها بلطف. وبيبدأ كل واحد من أهل القرية يخترع كذبة عن جد كوبو وبيعرفوه إنه كان شخص لطيف وبيساعدهم كلهم. فبيفرح جد كوبو لما بيفهم إنه كان شخص طيب ومحبوب من أهل القرية،
وبعدها بيروح لكوبو وبيعتذر له لأنه مش فاكر اسمه، فبيتأثر كوبو وبيتعاطف معاه لأول مرة في حياته. وفي الوقت ده أهل القرية بيتجمعوا كلهم وبيحطوا المصابيح المضيئة في البحيرة، وكمان كوبو بيحط مصباحين لوالده ووالدته اللي بيظهروا حواليه على هيئة أرواح وبيودعوه. وأخيرا كوبو بيقرر إنه ينسى الماضي ويعيش في سلام بعد ما قدر إنه يكسر اللعنة وأنقذ أهل القرية من الخطر. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة تون ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.